بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على سموحة في مباراة ضعيفة المستوى. مباراة مش عايز أقول لك الواحد بيندم إن بيتفرج على ماتشات تنيم. يعني الواحد مفروض إن الماتشات دي كان بيستناها بشغف وبشوق. ماتشات الاهلي والزمالك بالذات في رمضان بعد يوم بقى صيام، وبتاكل وتبقى مأنتخ عشان ان انت عايز تنام، فالماتشات دي انت بتستناها عشان ما تنامش. ولكن اثناء المباراة عايزين ننام من سوء المستوى من الفرقتين. وهنا عايز اقول بصراحة، يعني ماشي، هنقول كل 3 ايام ومش عارف ايه، والفرقة ما بتاخدش راحة وما فيش متعة عشان ان لازم اللعيبة تاخد راحة اكتر من كده. بس المشكلة مش شايفين لمسة جمالية، مش شايفين ترقيصة، مش شايفين تسديدة، مش شايفين حارس مرمى بيمطع نفسه ويطلع كرة من المقص. بصراحة بنتفرج على ماتشات زي بالظبط دوري الدرجة الثالثة والرابعة ودوري الشركات. ما فيهاش كرة خالص خالص، ما فيهاش فيها المتعة. يمكن الوحيد اللي انت بتتفرج عليه عشان بيعمل حاجات يخطف نظرك ويخطف قلبك شوية هو بزيرة. بمنتهى الأمانة، واللي يزعل يزعل واللي يتضايق يتضايق. هو ده اللي بيأدي حتة المهارة كما ينبغي، ان بيرقص وبيعدي وبيخش لجوه بتاع، بيفرجك على كورة. انما اللي احنا بنشوفه ده عك في عك صراحة. يعني الاهلي بيفوز وبيجيب هدف التقدم او هدف الفوز. مروان عثمان اثر خطأ من حارس المرمى، هو بيكمل وبيحطها. وده الفرق بينه وبين الراجل اللي هو جايبين، اللي جايبه النادي الاهلي ومقعده احتياطي ده، وبيلعبه برضه فرضه على الراجل، والراجل برضه بيلعبه. يعني خلاص انت شفت ماتش واثنين وثلاثه، اقعد بقى ودي الفرصه كلها لمروان، ودي الفرصه لمحمد شريف. يعني انا عندي تدي لمحمد شريف احسن ما تدي الراجل اللي انت جايبه ده، اللي هو اثبت فشل ذريع يعني. وخلي بالك ان كل مره بيهيج الجماهير على الاداره، كل ما الجمهور هيشوفه والنقاد والمحللين هيشوفوه هيقعد يقول لك طب مين اللي جايب ده، وازاي الاداره توافق على ده، وازاي العين الخبيره اللي، وهيقعدوا بقى ينتقدوا كتير. هو الحاجه الوحيده اللي في المباراه الهدف، وبعد كده لا دولت بيهاجموا ولا في خطوره، ولا على شوبير ولا على الحارس بتاع سموحه احمد ده، احمد ميهوب. فبصراحه مباراه عقيمه 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 يعني. حتى في التغييرات ما اضافتش لا هنا ولا هنا. يمكن حتى قلنا هي النادي الاهلي لما حسين ينزل يشد شويه وطاهر يشد شويه ورجع بن شرقي ناحيه الشمال، قلنا وامام عاشور نزل مكان بره، ما شفناش حاجه خالص. بصراحه مباراه عقيمه وتؤدي الى، يعني، ارفع من كرة القدم بصراحة يعني. المهم يعني مش هطول عليكم عشان ما اقرفكوش اكتر، لان الواحد بصراحة زعلان. هل ده الاهلي وهل ده الزمالك وهل دي الكرة في مصر؟ هل ده المستوى يعني؟ وبعد كده يقول لك ايه، احنا عايزين نخلص بدري عشان الاستعدادات لكاس العالم. اذا كان هم دولت اللعيبه النجوم اللي عندك السوبر اللي هم يروحوا كاس العالم ما بيأدوش، يبقى نروح. انتوا منتظرين يعني ان انتوا هتعملوا بهلوانات هناك في كأس العالم بالشكل ده وبالمستوى ده؟ ربنا يستر. على العموم الاهلي بيكسب بالخبرة، ويحافظ على الهدف اللي جابه. وهنا برضو يعني، ولا بلاش، خلينا بقى نقول ايه، اشوفكم بكرة ان شاء الله بعد مباراة الزمالك. سلام عليكم.